لو حد عرض عليك شغل بمرتب يخليك تحل كل مشاكلك، بس في مكان محدش بيروحه ومطلوب منك تشتغل فيه لوحدك بالليل، هتوافق؟ بطل قصتنا وافق، لكن اللي شافه في أول يومين بس خلاه يسيب كل حاجة ويمشي من غير ما يبص وراه. قبل ما نبدأ، القصة دي مش طويلة قوي، بس كل كلمة فيها حصلت فعلا من غير أي زيادة. يلا نبدأ. في صيف سنة 2022 وفي حي شعبي في شبرا كانت بداية الحكاية. عم رمضان راجل في أواخر الأربعينات، صنايعي سباكة معروف في منطقته، راجل بسيط عنده ولدين في المدرسة وبنت على وش جواز. الفترة الأخيرة كانت صعبة عليه، الشغل قل والأسعار زادت، وبقى كل يوم يفكر إزاي هيكمل. في يوم وهو قاعد على القهوة قابل واحد قديم اسمه كمال، شغال وسيط شغل في شركات كبيرة. رمضان حكاله عن حاله. كمال سكت شوية وبعدين قال له: عندي شغلانة غريبة شوية بس فلوسها كبيرة جدا. كمال شرح له إن في شركة بتجهز مخزن ضخم على طريق الواحات بعيد عن أي عمران، والمكان محتاج واحد يمسك الصيانة بالليل. هتكون لوحدك من المغرب للفجر، تتابع الكهرباء والخزانات، بس كده. رمضان سأل: ليه محدش راضي يقعد فيه؟ كمال بصله وقال: الناس بتخاف من العزلة بس، مفيش حاجة تانية. والمرتب كان 4 أضعاف اللي بيكسبه. رمضان وافق من غير تفكير. تاني يوم راح قابل مدير الموقع، راجل اسمه فؤاد. الكلام كان سريع جدا: هتستلم الشفت لوحدك، وممنوع أي حد يدخل بعد المغرب، حتى الحراسة مش بتقعد جوه. اداله رقم وقال له: لما توصل للطريق اتصل، حد هيجيلك. رمضان جهز شنطته، خد عدته وحط مصحف صغير في جيبه، ركب ميكروباص من رمسيس، وبعد ساعات نزل في طريق فاضي تماماً، مفيش غير محطة بنزين قديمة شبه معجورة. دخل المحطة، لقى راجل عجوز قاعد لوحده، طلب شاي وطلع التليفون واتصل. محدش رد. كرر الاتصال لحد ما حد رد وقال: خليك مكانك، وقفل. العجوز بصله وقال: أول مرة تيجي هنا؟ رمضان قال: أيوة. العجوز سكت وقال جملة غريبة: خلي بالك من الصوت، مش كل حاجة بتتشاف. بعد شوية عربية ربع نقل وصلت، سواق ساكت ملامحه جامدة. ركب معاه ومشوا في طريق ترابي طويل لحد ما وصلوا المخزن ضخم مبني نصه والباقي خرسانة وسقالات. السواق قال له: ده مكانك وده الكرفان، واداله مفاتيح ومشي. رمضان بدأ يلف على المكان، يتأكد من الكهرباء والخزانات، كل حاجة كانت تمام. رجع الكرفان وقعد يراقب من الشباك. الساعة قربت 2 بالليل، وفجأة كل الأنوار طفت مرة واحدة. رمضان خد الكشاف ونزل، وهو ماشي لاحظ حاجة غريبة: آثار رجول على الأرض، بس مش واضحة، كأنها بتظهر وتختفي. وصل لغرفة الكهرباء، لقى المفاتيح كلها سليمة، بس القاطع الرئيسي كان مفصول بإيده حد. وهو بيبص سمع صوت نفس وراه مباشرة. لف بسرعة، مفيش حد، لكن باب الغرفة اتقفل لوحده. رمضان جري وفتح الباب وطلع بسرعة على الكرفان وقفل على نفسه. بعد دقايق بدأ يسمع صوت مشي حوالين الكرفان، مش صوت واحد، أكتر من حد بيمشي بنفس الخطوة. الصبح العمال وصلوا، رمضان حكى اللي حصل. المهندس ضحك وقال: يمكن تعبان. رمضان راح المحطة تاني. العجوز بصله وقال: سمعتهم؟ رمضان اتجمد مكانه. العجوز قال: المكان ده كان مخزن قديم، حصل فيه حريق كبير ومات فيه ناس كتير. الليلة التانية الساعة 3 الفجر خبط جامد جدا على الكرفان. رمضان فتح الباب وشافهم، 3 أشخاص واقفين بعيد، وشهم مش واضح، بس
كلهم كانوا واقفين وبيبصوا عليه، وفجأة بدأوا يمشوا ناحيته ببطء، لكن صوت خطواتهم كان أسرع من حركتهم. رمضان جري وقفل الباب. الخبط زاد والكرفان كله بيتهز، وفجأة كل حاجة سكتت. الصبح رمضان جمع حاجته ومشي من غير ما ياخد فلوسه. رجع شبرا. كمال سأله: إيه اللي حصل؟ رمضان رد: في ناس هناك بس مش عايشة. ومن ساعتها رمضان رفض أي شغل فيه مبيت، ولحد النهاردة لما حد يجيب سيرة المكان ده بيسكت كأنه لسه سامع الصوت. لو القصة دي خلتك تبص حواليك قبل ما تنام، ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من القصص المرعبة والغموض الحقيقي. واكتب لنا في التعليقات، كنت هتقدر تكمل مكان رمضان ولا كنت هتهرب من أول ليلة؟ استنوا القصة الجاية، يمكن تكون أغرب أو يمكن تكون أقرب ليك مما تتخيل.